أولا وقبل كل شيء لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. إلى التفاصيل. صفقة عالمية لدراسة خط الغاز بين المغرب ونيجيريا، وهذه آخر التطورات. تم اختيار شركة بريطانية متخصصة في خدمات الهندسة وإدارة المشاريع الخاصة بقطاع الطاقة لتنفيذ المرحلة الأولى من خط أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، حسب ما أعلنته الشركة في بلاغ لها. وأكدت الشركة عبر ذات البلاغ أنها وقعت عقدا مع كل من المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وكذا مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، حيث سيغطي هذا العقد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الذي يمتد على طول 5700 كيلومتر، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتكون من مراجعة تفصيلية لنتائج دراسة الجدوى والتقييم لدراسة الطلب والعرض على الغاز. وأوضح البلاغ أنه سيتم بعد ذلك تصميم نظام خط الأنابيب بالإضافة إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي له، وذلك لتحسين مسار خط الأنابيب المقترح والجوانب الاقتصادية للمشروع. ولفت البلاغ إلى أن الشركة ستساعد في التسويق والترويج لمشروع خط الأنابيب، مضيفا أنه في نهاية الدراسة ستساعد النتائج التفصيلية الرئيسية على الاستعداد للمرحلة الثانية التي من المتوقع أن تؤدي إلى قرار الاستثمار النهائي. وكان المغرب قد وقع مع نيجيريا يوم 15 ماي 2017 في الرباط اتفاقية لمد أنبوب للغاز الطبيعي بين البلدين عبر دول إفريقية عدة، وذلك بعد أن اتفق الطرفان في دجنبر 2016 بعد زيارة ملك المغرب محمد السادس لنيجيريا على مد هذا الخط كمرحلة أولى تم مده لاحقا إلى أوروبا.